هذا هو أبعد هدف في تاريخ كرة القدم، سجل من مسافة 75 مترا. هؤلاء 5 لاعبين سجلوا أهدافا مذهلة من مسافات بعيدة بشكل استثنائي. في المركز الخامس زلاتان إبراهيموفيتش خلال مباراة ضد إنجلترا فاجأ الجميع بضربة مقصية من مسافة تقارب 35 مترا. رغم صعوبة الوضعية ارتفعت الكرة، حلقت في الهواء وانتهت في الشباك. هدف اعتبر جنونا كرويا حقيقيا. في المركز الرابع غاريث بيل المعروف بتسديداته القوية من بعيد، وخلال مباراة ضد ريال مدريد أطلق صاروخا من حوالي 40 مترا اخترق الدفاع وانتهى في الشباك تاركا الجميع بلا كلام. في المركز الثالث تألق تشابي ألونسو بتسديدة من منتصف الملعب بعدما لاحظ تقدم حارس المرمى، سدد من مسافة 55 مترا بمسار مثالي مسجلا هدفا لا ينسى. في المركز الثاني سجل ديفيد بيكهام هدفا أسطوريا من مسافة 56 مترا بعد أن رأى الحارس في وضعية سيئة. بدقة وذكاء لافتين أرسل الكرة مباشرة إلى الشباك بواحدة من أشهر لقطاته. في المركز الأول، لكن من هو اللاعب الذي سجل أبعد هدف في تاريخ كرة القدم من مسافة 75 مترا؟ اكتب اسمه في التعليقات.